فده كده عائق اتشال. وبشرى سارة في نهاية الفيديو هعلن عن حاجة جديدة، فشوفوها للآخر. والحاجة دي يعني متأكد انها ان شاء الله هتعجبكم وهتساعدكم، فشوفوا الفيديو للآخر عشان تعرفوا ايه. مساء الخير عليكم. منحة تشيفنينج 2026-27 خلاص بتفتح يوم 5 أغسطس 2025، لكن السنة دي عاملين تغيرات في التقديم وفي الشروط مختلفة عن أي سنة في تاريخ المنحة. فسواء عارفين المنحة أو مش عارفينها، شفت الفيديوهات قبل كده أو قدمتوا أو ما قدمتوش، لازم تشوفوا الفيديو ده للآخر علشان تعرفوا ايه هي التغيرات دي وازاي تقدروا تعملوا اقوى ابلكيشن ممكنه ل 2026-27. لو اول مره بتشوفوني، انا اسمي شريف علاء. حصلت على منحه تشيفنينج ودرست من خلالها في واحده من احسن الجامعات في العالم اللي هي كينجز كوليدج لندن، وعشت سنه في بريطانيا، والمنحه شقلبت حياتي للاحسن. وبعدها اخدت الوظائف اللي كنت بحلم بيها في مصر وبره مصر، وفرقت بجد في حياتي بشكل كبير جدا، وان شاء الله تاخدوها وتفرق معاكم انتوا كمان السنه دي. يلا نبدا نشوف ايه هي التغيرات اللي في المنحه اللي مختلفه عن اي سنه سبقت. اللي مش عارف، منحه تشيفنينج هي منحه مقدمه من الحكومه البريطانيه، تعتبر واحده من اقوى المنح في العالم واحسنها في المميزات اللي بيقدموها. من خلالها بتدرسوا ماجستير لمده سنه في بريطانيا، مدفوع فيه كل المصاريف بتاعه الجامعه والدراسه والاقامه والسفر والفيزا، وبتاخدوا كمان مصروف شهري للحياه اليوميه في بريطانيا. السنه اللي عشت ودرست فيها في بريطانيا قابلت ناس من كل انحاء العالم، كونت شبكه علاقات شخصيه ومهنيه قويه جدا، فتحت لي باب فرص بجد، الحاجات ما كنتش احلم بيها او كنت احلم بيها والحمد لله حققتها. تعالوا نشوف بقى ايه هي الشروط بتاعه السنه الجديده وازاي مختلفه عن اي سنه، وازاي نعمل بقى ابلكيشن السنه دي مختلفه عن اي سنه لو احنا ما تقابلناش قبل كده. فسواء بقى عارف عن المنحه او مش عارف، قدمت عليها او ما قدمتش، شفت الفيديوهات اللي قبل كده او لا، لازم تشوف الفيديو ده، لان بجد الشروط السنه دي مختلفه عن اي سنه. وكمان في نهايه الفيديو هعلن عن حاجه جديده، فشوفوها للاخر. والحاجه دي يعني متاكد انها ان شاء الله هتعجبكم وهتساعدكم، فشوفوا الفيديو للاخر عشان تعرفوا ايه. اول حاجه الجدول الزمني للمنحه. المنحه هتفتح يوم 5 أغسطس 2025، اللي هو تقريبا نفس الميعاد اللي بتفتح فيه كل سنة، بس اللي مختلف السنة دي وده أول تغيير إن هي هتقفل يوم 7 أكتوبر 2025. كل سنة كانت بتقفل تقريبا بعدها بشهر كمان، يعني كانت بتبقى في نوفمبر، فبيبقى معانا 3 شهور الابليكيشن. السنة دي هيبقى معانا شهرين بس، فلازم نحضر نفسنا كويس جدا. ليه بقى عملوا كده؟ معرفش، بس ممكن يكون بسبب كمية الابليكيشنز اللي بياخدوها كل سنة، فحبوا يقللوا الوقت الزمني شوية علشان يعني جزء من او نوع من انواع الفلتره. يعني السنه دي زي ما قلت ان منحه تشيفنينج هي من اكتر المنح تنافسيه، ونسبه القبول فيها بتبقى من 2 ل 3%. بس السنه اللي فاتت جالهم اكتر من 100,000 ابلكيشن علشان ياخدوا منها 1500، اللي هي تقريبا كانت نسبه القبول 1.5%. بس طبعا احنا مش بننافس مع العالم كله، احنا بننافس على المقاعد اللي مخصصه للبلد بتاعتنا. يعني لو انا من مصر، ففي عدد من المنح مقدمه للمصريين، فكل المصريين بيقدموا عليها. يعني مش هينفع اكون انا بتنافس مع حد من الهند ولا من لبنان. باختصار الجدول الزمني كالآتي: بتفتح المنحة يوم 5 أغسطس 2025، بتقفل يوم 7 أكتوبر 25، وبعدين من أكتوبر لحد يناير هي بداية الفرز الأول، يشوفوا مين اللي مستوفي شروط المنحة ومين مش مستوفي. وطبعا هنتكلم في الشروط بالتفصيل. اللي مستوفي بيوصل للمرحلة الثانية اللي هي في نص فبراير، بيعملوا شورت ليستنج وبيدعوا الناس لانترفيو. الانترفيوهات بتبقى في شهر مارس وابريل 2026، وبتبقى الانترفيوهات دي في مقر السفارة البريطانية في البلد بتاعتي اللي أنا مقدم فيها. النتيجة بتطلع في شهر 6 2026، ويوم 9/7/2026 هو الديدلاين او الميعاد النهائي لان انا اقدم الانكونديشنال اوفر من جامعه من الجامعات اللي قدمت عليها، اللي هو قبول غير مشروط، وهنتكلم فيه بعد شويه. وبعدين شهر سبتمبر 2026، مبروك يا وحش، مبروك يا بطله، خدتوا المنحه وسافرتوا بريطانيا. طيب ايه هي بقى الشروط السنه دي؟ الشرط الاول انك تكون من بلد مؤهله، يعني مسموح انك تقدم منها. طيب انا طبعا الجمهور اللي بخاطبه عربي، فبتكلم عن البلدان العربيه. البلدان العربيه كلها مسموح لها تقدم باستثناء ال6 دول بتوع مجلس التعاون الخليجي، اللي هم السعوديه، الامارات، قطر، الكويت، البحرين، عمان. دول مش مسموح لهم يقدموا. بقيه ال16 دوله العربيه فدول مسموح لهم يقدموا. تاني حاجه، ما كونش معايا جنسيه بريطانيه، ان انا اكون مزدوج الجنسيه والجنسيه التانيه بريطانيه. يعني ما ينفعش واحد عنده جنسيه بريطاني مصري يقدم، او بريطاني سوري، او بريطاني سوداني، لا، لازم يكون ما عنديش الجنسيه البريطانيه. طب ماذا لو انا مزدوج الجنسيه، معايا الجنسيه الامريكيه، الكنديه، الفرنسويه، او جنسيتين دوله عربيه؟ عادي جدا، المهم ما يكونش عندك جنسيه بريطانيه ويكون عندك جنسيه
العربيه من الدول اللي انا ذكرتها او من الدول اللي انا ما ذكرتهاش، اللي هم كل الدول العربيه ما عدا دول مجلس الخليج. شرط اختلف عن السنين اللي فاتت هو موضوع المؤهل التعليمي. قبل كده كانوا بيشترطوا ان انا يكون معايا شهاده جامعيه اللي هي بكالوريوس او ليسانس، لان انا طبعا رايح ادرس الماجستير فلازم اكون اتخرجت من الجامعه. كانوا بيشترطوا ان انا يكون عندي تقدير معين اللي هو 2-1، ده تقريبا كان في مصر يعادل جيد. السنه دي شالوا الشرط ده خالص، فما بقاش، فانا عادي لو انا عندي مقبول ممكن اقدم، لكن بشرط ان هو يكون في جامعات في بريطانيا بتقبل التقدير ده. يعني على سبيل المثال والتوضيح، السنه اللي فاتت مثلا لو في جامعه زي كينغستون كانت ممكن تقبل من مقبول، بس تشيفنينج ما بتقبلش مقبول، ده بالنسبه لمصر، فنحسبها بقى باي نظام عربي او نظام تعليمي احنا فيه. فالسنه دي هو بس بيقول لك ان انا اكون متخرج من الجامعه وان تقديري ده يكون مقبول في اي جامعه انا هقدم عليها، فده كده عائق اتشال وبشرى ساره للناس اللي كانت جايبه تقدير وحش في السنين اللي فاتت. شرط كمان ان انا لازم اختار 3 برامج ماجستير مؤهله، يعني ينفع ان انا اقدم عليهم في المنحه وهنتكلم فيهم بعد شويه، وان انا اقدم عليهم ومش شرط اقدم وقت تقديم المنحه، يعني انا ممكن اقدم على المنحه واعمل سبميت للابلكيشن بتاعتي وبعدين ابقى اقدم على الجامعات دي، وهتكلم اكتر بعد شويه عن النقطه دي. شرط خطير جدا اختلف عن السنين اللي فاتت هو شرط الخبره العمليه او سنين العمل. قبل كده كان بيقول لي ان انا يكون مطلوب مني 2800 ساعه اللي هم ما يعادلوا تقريبا سنتين شغل، وما كانش بيقول لي امتى. السنه دي حاططها واضحه وصريحه، لازم ال 2800 ساعه شغل دول يكونوا بعد التخرج، يعني اي خبره عمليه عندي قبل ما اتخرج من الجامعه مش محسوبه. فللاسف الشديد بقى الناس اللي كانت مثلا عندها خبره سنه او سنه ونص قبل التخرج ويا دوب نص سنه ولا سنه بعد التخرج، فمش هينفع يقدموا السنه دي، لكن ممكن يصبروا السنه اللي بعدها او لغايه يعني لما يستوفوا الشرط ده. بس السنه دي واضحه وصريحه، سنتين خبره بعد التخرج، بغض النظر عندك خبره قبل التخرج ولا لا. طب ال 2800 ساعه دول بيتحسبوا ازاي؟ الموضوع سهل جدا وانا مش بحسبهم بنفسي، الابلكيشن فورم عندها كالكوليتر بيحسبهم بسهوله. كل اللي انا بعمله ان انا بدخل عدد ساعات اللي في الاسبوع وفقا للعقد بتاعي. ازاي؟ يعني انا مثلا شغال في مصر فول تايم، العقد بتاعي بيقول ان انا بشتغل 8 ساعات في اليوم، 8 ساعات في اليوم دول يعني 40 ساعه في الاسبوع، اللي هم 8 ساعات في 5 ايام عمل اللي يبقوا 40. فانا بس بكتب ان انا الشغل بتاعي 40 ساعه في الاسبوع وبحط تاريخ البدايه وتاريخ النهايه وهو بيحسب لوحده. فانا بقى مش محتاج احسب الاوفر تايم ولا الايام اللي غبتها ولا الايام اللي مشيت بدري، انا مفيش الكلام ده. طيب انا بقى شغلي عندي بس سنه واحده من ده ونص 6 شهور من هنا، عندي مسموح لي لحد 15 ادخال، يعني لو انا عندي 15 وظيفه بعد التخرج هيتحسبوا في ساعات العمل. طيب ايه انواع الشغل المقبوله؟ هم تقريبا بيقبلوا كل انواع الشغل باستثناءات هنتكلم فيها، وبرده دي تغيرات في السنه دي عن السنين اللي فاتت. اول حاجه بيقبلوا اي شغل بدوام كامل او دوام جزئي، فول تايم او بارت تايم. تاني حاجه بيقبلوا العمل التطوعي، يعني مدفوع او غير مدفوع، عمل التطوعي طبعا مش مدفوع يعني. بيقبلوا كمان الانترنشيب مدفوعه او مش مدفوعه، باستثناء رقم 1 الانترنشيب اللي هي الاجباريه للتخرج من الجامعه. في بعض الجامعات لو الكلام ده ما ينطبقش على جامعتك فخلاص ما ينطبقش، لكن في جامعات مثلا ان في اخر 3 شهور او 6 شهور لازم يكونوا اجباري انترنشيب عشان اتخرج، دول مش هيتحسبوا. برضو كمان دكاتره الامتياز مثلا، سنين الامتياز مش بتتحسب لان دي تعتبر شرط من شروط التخرج، فلازم يكون الشغل بعد التخرج. مين الناس بقى اللي مش من حقها تقدم عن المنحة؟ أنا ذكرت اللي معاه جنسية بريطانية حتى لو معاه جنسية بلد تانية من البلدان المؤهلة. تاني حاجة إن أنا أكون درست في بريطانيا قبل كده من منحة حكومية، درست بقى في أمريكا من منحة حكومية مفيش مشكلة، درست في بريطانيا على حسابي أو من منحة خاصة أو من منحة للجامعة مفيش مشكلة، المهم ما كنش درست في بريطانيا بمنحة حكومية واضحة. كمان مش من حقك أو من حقك تقدمه لو أنتوا شغالين موظفين في السفارة البريطانية أو مؤسسات حكومية بريطانية زي البريتش كونسل، أو في جامعات شريكة لتشيفنينج، أو حد من أهلكم شغال هناك في خلال 2 سنين. حد من أهلكم هنا أو قرايبكم معناها أب، أم، زوجة أب، زوج أم، ابن، ابنة. لكن أنا بقى بنت خالتي شغالة في البريتش كونسل فده عادي ممكن أقدم عادي. والمنحة السنة دي كمان موضحة إن لو عندك ماجستير قبل كده ممكن تقدم، بس المهم توضح في الاسيز اللي هنتكلم فيها بعدين انا ليه عايز اقدم على ماجستير تاني وازاي الكلام ده بيفيد الكارير باث بتاعي. الفيديو ده انا منزله قبل ما المنحه تفتح، هم بس اعلنوا ان هي هتفتح يوم 5 اغسطس، فالابلكيشن لسه ما اتفتحتش، هتتفتح يوم 5، لكن
لكن احنا ما نقدرش نعرف دلوقتي اذا كانت الابلكيشن هتبقى مختلفه او اذا كانت الاسيز هتبقى مختلفه. فلو انا شفت اختلاف عن السنين اللي فاتت في موضوع الاسي كويستشنز او الاسئله المقاليه دي، هعمل فيديو جديد عنه. ولو ما فيش اختلاف فشوفوا الفيديو اللي انا اتكلمت فيه السنه اللي فاتت عن ازاي اكتب اقوى مقالات لمنحه تشيفنينج. ايه البرامج اللي بتغطيها منحه تشيفنينج؟ بتغطي اي برنامج ماجستير سواء MA او MSc، بشرط رقم 1 يكون سنة واحدة فقط، ما يقلش عن 9 شهور، ما يزيدش عن 12 شهر. أي حاجة أقل من 9 شهور وأكتر من 12 شهر مش هينفع تكون مشمولة أو متغطية في المنحة. تاني حاجة إن هو ما يكونش ماجستير بحثي اللي هو MRes Masters of Research، لكن ممكن MA و MSc وغيرهم. وما يكونش كمان PhD اللي هي الدكتوراه. حاجة كمان لازم يكون الماجستير ده فول تايم، يعني ما ينفعش يبقى بارت تايم على سنتين ولا حتى بارت تايم على سنة واحدة، لازم يكون فول تايم. لازم كمان الماجستير ده ما يكونش فيه سفر خارج بريطانيا كجزء من الدراسة أكتر من شهر. يعني إيه؟ يعني في بعض البرامج الماسترز اللي ممكن يكون فيها اكسشينج شهر مثلا أو شهرين أو 3 في دولة تانية، في فرنسا، في بولندا، في أي بلد تانية. فلو أنا المنحة بتاعتي ما فيهاش سفر خالص فده تمام كده مؤهلة، لكن لو فيها سفر يكون شهر أو أقل. لو أكتر من شهر مش هينفع أقدم عليه كجزء من منحة تشيفنينج. ولازم كمان الماجستير يكون بيبدأ في فصل الخريف اللي هو يا سبتمبر او اكتوبر 2026. طبعا لو احنا بنتكلم في السنه دي، احنا دلوقتي في شهر 7 2025، فما ينفعش اقدم على واحد بيبدا في يناير او في فبراير، لان في برامج بتبدا في الوقت ده. لازم يكون بتاع فصل الخريف سبتمبر اكتوبر 26. اقدم على الماجستير الاول ولا على المنحه الاول؟ باختصار مش فارقه، بس انا دلوقتي عندي شهرين اقدم فيهم على المنحه، فلازم ادي الاولويه للمنحه. ليه؟ لان انا ممكن يكون عندي فرصه اقدم على برامج الماستر بعد ما اقدم على المنحه، فانا مش شرط ان انا اكون اتقبلت ولا اصلا قدمت على برنامج الماجستير وانا بقدم على المنحه. بس لازم ناخد بالنا من نقطه مهمه جدا، ان انا وانا بختار البرامج لازم اتاكد كده على موقع الجامعات دي اللي فيها البرامج دي ان انا مؤهل للقبول في البرامج دي، عشان انا مش عايز ان انا احط برامج وبعدين بعد ما المنحه تقفل اجي اقدم على البرامج دي الاقيني ان انا ما ينفعش اقدم عليها فهتروح عليا، لان انا لازم في الاخر اتقبل في واحد من ال3 اللي انا اخترتهم. لازم كمان اتاكد من الديدلاين بتاعت كل البرامج اللي انا عايز اقدم عليها دي، علشان لو في حاجه مثلا هتقفل مباشره بعد المنحه ومش هلحق يبقى ما احطهاش او يبقى اقدم عليها من بدري. فلازم اتاكد كده ان عندي فرصه قبول، ما يكونش مثلا ان انا تقديري مقبول والجامعه اللي انا مقدم عليها او البرنامج ده محتاج تقدير جيد جدا، فيبقى انا كده ضيعت خانه من ال3 برامج اللي بقدم عليهم. فلازم اقرا شروط القبول دي كويس جدا، بس مش لازم اقدم قبل المنحه. عرفت اقدم قبل المنحه، عرفت اجيب قبول قبل المنحه، ممتاز. معايا عرض اوفر من السنه اللي فاتت وعملت له ديفيرل ومقبول للسنه دي، ممتاز جدا برضو، يبقى انا كده بقدم عليهم، ودي حاجه سهله وبسيطه وبتسهل عليا الابلكيشن. البرامج بقى اللي بقدم عليهم دول لازم اجيب منهم unconditional offer بتاريخ 9 يوليو 2026 زي ما انا قلت. يعني ايه unconditional offer؟ يعني قبول بدون شروط، قبول غير مشروط. يعني مش ناقص لي ايلتس ولا اشتراط ان انا اجيب الشهاده الجامعيه ولا اشتراط ان انا لسه ما عملتش الريفرنسز ده في الجامعه. فلازم من هنا لغايه 9 يوليو السنه الجايه يكون معايا قبول غير مشروط. في حاجه اسمها بقى كونديشنال اوفر، اللي هو مبروك اتقبلت معانا بس لو قدمت لنا الايلتس انت لسه ما قدمتوش، فلو انت ما قدمتش مش هتتقبل. ده كده اسمه كونديشنال او مشروط. طب انا الجامعه قالت لي عشان تاخد الانكونديشنال اوفر محتاج تدفع المصاريف. لا، ولا ديبوزيت ولا مصاريف، لازم اكون استوفيت كل الشروط ما عدا الفلوس. وبعدين لو اتقبلت في منحه تشيفنينج بتواصل مع المنحه وهم بيتصرفوا مع الجامعه. طب انا اتقبلت في الجامعه قبل ما اسمع من منحه تشيفنينج، بقول للجامعه استنوا انا شورت ليستد مثلا او انا مقدم على المنحه ومستني هسمع منهم يوم كذا، وهم بيستنوا عادي. يعني هم بس بيضغطوا على الناس عشان يدفعوا فلوس، لكن هم بيستنوا. وعلى فكره انا شرحت كل تفاصيل الابلكيشن فورم السنه اللي فاتت في فيديو وجاب اكتر من حوالي 40,000 مشاهده، فبرضه شوفوه. لكن لو عايزيني اعمل فيديو جديد اكتبوا لي برضه في التعليقات ان انتم محتاجين فيديو جديد. وعملت كمان فيديو زي ما قلت عن اجابه المقالات او الاسي كويستشنز، ودي حاجه خطر جدا ومهمه جدا، وهي دي عصب الابلكيشن، وهو ده يعني اكبر عامل من عوامل القبول. طبعا الشروط التانية الناس كتيره بتتقبل فيها، لكن فكره مين كاتب اسي كويستشنز او اسيز قويه هو ده الشرط الاساسي للقبول في المنحه. طيب احنا لازم ناخد بالنا بقى من حاجه مهمه جدا، واي حد بيقول لكم حاجه غير كده بيضحك عليكم. منحه تشيفنينج مش سهله، صعبه وتنافسيه، لكن تقدروا تعملوها بشغل جامد جدا
وان انا اشتغل على الابلكيشن بتاعتي. زي ما انا قلت نسبه القبول يعني تقريبا من 2 ل 3%، وساعات 1.5%. ايه ده 1.5؟ طب انا هروح فين من الناس دي كلها؟ لا، ما هنروح اولا زي ما انا قلت ان احنا بننافس بس مع الناس اللي من بلدنا. تاني حاجه دي منحه بتاعه اسمها ميريت بيزد، يعني مبنيه على الجداره، مش منحه للمساعده الماليه. يعني ممكن ابقى غني جدا 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 واتقبل في المنحه، وممكن واحد يبقى معوش فلوس وفعلا محتاج الماجستير ده بس ما يتقبلش. ليه؟ لان الشخص حتى لو كان معاه فلوس هو اثبت ان انا جدير بهذه المنحه. دي مش منحه للدعم المالي، دي منحه انا عايز ناس تكون ليها مستقبل، تبقى قيادات في بلدها، عايز بوتنشال او فيوتشر ليدرز في البلد دي. وحاجه تانية مهمه جدا، المايند سيت، العقليه او المينتاليتي على راي ابو مكه. ما تمرناش جامد هنا منتلي. طيب المينتاليتي بقى بتقول ايه؟ بتقول لو انا مش شايف نفسي من التوب 2 3% من احسن 2 3%، ازاي هم هيشوفوني؟ فانا لازم ابقى شايف نفسي ان انا هبقى من احسن 1% كمان، واشتغل على الموضوع ده، ولازم اثبت انا ليه من احسن الناس في ال1% دول. نقطه كمان مهمه جدا ناخد بالنا منها، منحه تشيفنينج عادي جدا ان انا اقدم مره واثنين وثلاثه وما اتقبلش، واعرف ناس شخصيا والله على المستوى الشخصي خدوها، في ناس خدتها في 3 سنه تقدم فيها، وناس خدتها في رابع سنه تقدم فيها. فعادي جدا لو انا قدمت كذا مره اقدم تاني واشوف ايه اللي كان ممكن يتحسن في الابلكيشن بتاعه السنه اللي فاتت واحسنه السنه دي. يعني وزي ما قلت لكم بصراحه المنحه دي كانت فتحه خير كده زي ما بيقولوا عليا، وانا يعني ان شاء الله نفسي ان الفيديوهات تساعدكم ان كمان انتوا تاخدوا المنحه دي وتعمل معاكم الفرق الايجابي زي ما عملته معايا. طب انت في اول الفيديو قلت لنا هعلن عن حاجه، في اخر الفيديو ايه هي اللي انا هعلن عنه؟ ان انا هعمل جلسه لايف على يوتيوب هنا اجاوب على اسئلتكم لما تفتح المنحه، ونشتغل فيها اي سؤال لايف مني ليكم مباشره. بس لو انتوا عايزين نعمل لايف فاكتبوا لي في التعليقات اعمل لايف، ولو جالي 50 تعليق من 50 شخص مختلف او اكتر هعمل لايف واجاوب على كل اسئلتكم، ونعمل بقى جلسه هات وخد ونتكلم زي ما انتوا عايزين. وكالعاده لو عندكم اي اسئله اكتبوها لي في التعليقات وانا بجاوب عليهم واحد واحد زي ما بعمل في كل الفيديوهات. للاسف انا مش بجاوب على الاسئله اللي على ماسنجر وانستجرام وتيك توك، واعملوا لي فولو عليهم لو انتوا مش عاملين فولو لسه، لان يعني صعب والموضوع وانا قافل الاشعارات بتاعه الرسائل، فانا بشوف التعليقات وبجاوب عليهم واحد واحد. ولو ما اشتركتوش في القناه فاشتركوا في القناه وشير الفيديو مع اي حد من صحابك ممكن يكون مهتم. ولو وصلتوا لحد هنا في المشاهده شكرا جدا، واشوفكم الفيديو الجاي.